فيديو جديد من سلسلة أغرب 10. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن أغرب 10 أكلات في العالم كله. المرة دي هنتكلم عن أغرب 10 عادات جواز في العالم كله. هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات روح شوفه دلوقتي وبعد كده تعالى كمل الفيديو ده. قبل ما ندخل في أي حاجة عايزك تنزل تعمل لايك وتنزل تشترك في القناة لو أنت لسه مش مشترك، ويلا نشوف إيه الموضوع. جواز العادة المقدسة عند كل الشعوب. مفيش شك ان كل شعب من الشعوب او كل قبيلة او كل ايا كان في العالم كله ليه عادات مختلفة عن عادات الناس التانية في موضوع الجواز، لكن في شعوب قررت ان هي او في قبائل او في ناس قرروا ان هم هيبقى عندهم عادات هتكون من اغرب عادات الجواز في العالم كله. احنا معانا 10 عادات هنرتبهم من رقم 10 لرقم 1، بحيث ان رقم 1 هو هيكون اغرب عادة في العالم كله. فاستنى معانا لاخر الفيديو علشان تعرف ايه هي اغرب عادة جواز في العالم كله. رقم 10. بص يا سيدي، في الثقافه الافريقيه الامريكيه عندهم عاده كده ان هم بيجيبوا مكنسه وبيخلوا العرسان يبداوا يخطوا عليها. شوف احنا عندنا هنا في مصر بيجيب مثلا في السبوع بيخلوا الام تخطي على البتاع اللي هو 7 خطوات ولا ايا كان، يعني هم عندهم بيجيبوا المكنسه وبيخلوا العرسان هم اللي يخطوا عليها. ليه بقى؟ ده دليل على انهم بيبداوا حياه جديده، قال يعني بيكنسوا كل الحياه اللي قبلهم يعني. رقم 9. في الافراح التقليديه في المانيا بيجيبوا العريس والعروسه بيخلوهم يقطعوا جذوع الاشجار قدام المعازيم بحيث ان هم يتعودوا ان هم يعدوا المشاكل او الصعاب سوا. رقم 8. في اليونان بقى قرروا ان هم يوم الفرح، في يوم الفرح كده هم قاعدين في القاعه او ايا كان المكان اللي هم قاعدين فيه، بيبقى المعازيم جايين مش بقى جايبين معاهم هدايا ولا جايبين معاهم اطباق بورسلين، وبيجوا في القاعه بتاعه الفرح دي ويجيبوا الاطباق ويبداوا يكسروا كل المعازيم تبدا تكسر الاطباق. ومش بس كده، لا ده العريس والعروسه يجوا بقى بعد الفرح يبداوا يلموا الاطباق ديت او القطع المتكسره دي ويجمعوها كلها. ليه بقى؟ برضه علشان نفس الحجه اللي احنا بنتحجج بيها علشان نمرمطهم معانا، عشان يتعودوا على مشقه الحياه ومرمطتها والكلام الجميل ده كله، يقعدوا يلموا في قطع اطباق صغيره كده ليله فرحهم يعني. رقم 7. في الهند بقى قرروا ان هم هيبعدوا العروسه خالص، وتعالى انت مش انت عايز تتجوز، تعالى بقى اول حاجه هناخد الجزمه بتاعتك هنخبيها قرايب العروسه، والعريس المفروض ان هو يرجع ويبدا يتفاوض مع اهل العروسه او ايا كان، يعني ان هم يتفاوض معاهم على الجزمه دي. ما اعرفش ايه لميتك، ما تروح تشتري واحده ثانيه، سيبها لهم وروح اشتري واحده ثانيه واتجوز واخلص. رقم 6. المفروض ان احنا عندنا هنا تروح تتقدم للعروسه وتبدا تتفاوض مع اهلها بقى وهي موجوده في بيت اهلها معززه مكرمه. في روما قرروا لا، لما الراجل تعجبه واحده ست يروح يخطفها من بيت اهلها وياخدها ويخبيها عنده ويبدا يفاوض اهلها بقى على الفرح والكلام ده كله وهي موجوده عنده مخطوفه عنده في البيت. ونعمل رجوله. خلصنا بقى لعب العيله اللي فات ده كله، ندخل على التوب 5 اغرب 5 عادات جواز في العالم كله. نبدا برقم 5. في جزيره ماركسس التابعه لدوله فرنسا، بعد ما الفرح بيخلص خالص قرروا ان هم ينصفوا العريس والعروسه دلوقتي خلاص، بيخلوا القرايب كلهم بيناموا على وشهم على الارض، والعروس والعروسه بيعدوا على السجاده دي بيسموها سجاده القرايب، يعني بيسموا الحركه دي سجاده القرايب، بحيث ان العريس والعروسه بيعدوا على قرايبهم اللي بيبقوا نايمين على وشهم على الارض. رقم 4. في تقاليد قبل الفرح في اسكتلندا بتقول لك ان هم بيجيبوا العريس والعروسه وده يرموا عليهم الطين والاكل المعفن وكل حاجه معفنه عندهم ويغطوا جسمهم بالبتاع ده كله، علشان برضه نفس الحجه اللي بنتكلم فيها عشان يعدوا مشاكلهم. ليه بتقرفوا الناس ليله فرحهم والليله لا يفتكروا؟ رقم 3. فاكر لما ما كنتش بتعمل الواجب في المدرسه؟ فاكر كان بيحصل فيك ايه؟ فاكر لما بتقلعك الجزمه والشراب وتتمد على رجليك؟ الموضوع ده بقى طلع عاده جواز. بقول لك في كوريا الجنوبيه بيجيبوا العريس وبيمدوه على رجليه يوم الفرح، بيقلعوه الكوتشي والبتاع، واصحاب العريس بيبداوا يضربوه على رجليه بعصيان سمك بقى، بيضربوه باي حاجه قدامهم ان هم يفضلوا يضربوا على رجليه. وهو بيتضرب بقى المفروض ان هو يبدا يجاوب على اسئله معينه ويحل الغاز على اساس ان هو كده بقى بيثبت ان هو راجل وان هو قد المسؤوليه وان هو يا لهو على. رقم 2. في اندونيسيا بقى قرروا ان هم هيعزلوا العريس والعروسه، كل واحد يقعد في بيت اهله ويبداوا يعوصوا كل واحد فيهم ويمسحوا عليهم بالدقيق بالتراب بالرز باي حاجه عندهم كده، المهم ان هم يخلوهم متعفنين ومعفنين وشكلهم مطرب، وممنوع ان هم يدخلوا الحمام لمده 3 ايام هم الاثنين كل واحد في بيت اهله. وبعد 3 ايام دول بقى المفروض ان هم بياخدوا دش بقى كده تمام. ده بقى دلاله على ايه؟ دلاله على ان هم الاثنين بيبداوا حياه جديده، فاهم اللي هو داخلين بقى الجواز بحياه جديده ونظافه. ما ليه؟ المهم رقم 1. اغرب عاده جواز في العالم كله، اكتر حاجه مقرفه ممكن تسمعها في حياتك. يعني لو في حاجه ممكن تكون مقرفه اكتر من كده انت لازم تنزل تقول لي عليها، لو في حاجه لازم تنزل تقول لي عليها في الكومنتات دلوقتي حالا. بيقول لك ان في كينيا بيجيبوا العروسه وبيجي ابو العروسه بيبدا لا مؤاخذه يعني في اللفظ بيتف على راسها وعلى صدرها. ليه بقى؟ على اساس ان هو كده بيبارك لهم الجوازه. القرف ده المفروض ان هو عاده عند الناس دي او القبيله ديت، عاده من عادات الجواز عندهم.
بص يا سيدي، هو الحلقه كلها ما فيش شك ان هي كلها مليانه بالقرف، مليانه بالغرابه، مليانه باغرب عادات الجواز زي ما احنا متعودين في سلسله اغرب، دايما بتبقى مليانه بالحاجات الغريبه. فلو عندك حاجات اغرب من دي عن موضوع الجواز انزل قول لي عنها تحت، ولو في حاجه معينه ما كنتش مصدق ان هي ممكن تكون موجوده اصلا برضه انزل قول لي تحت في الكومنتات. وعايزك تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتتابعنا دايما علشان تشوف فيديوهات اكتر واكتر. وسلام عليكم.